السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم ام سناء من قناة بيتك اجمل، وراجعه لكم بيوم جديد وفيديو جديد نبدأ فيه بالصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. صباح الخير عليكم، صباح الهنا والسعادة والنشاط والحيوية والطاقة الإيجابية. النهاردة عندنا فيديو مشجع جدا، كله نشاط وكله أفكار كده هتعجبك إن شاء الله. بدأنا بقى خلاص، كل سنة وانتم طيبين. تنظيفات العيد. بس طبعا لازم نبدأ بطريقة سليمة عشان نوفر على نفسنا الوقت والمجهود يا بنات. زي ما انتم شايفين الجو صعب جدا والدنيا حر والواحد مش قادر يعمل اي حاجة خالص في البيت. بس طبعا مش هينفع نفضل قاعدين كسلانين كده. انا هقولك بقى على الطريقة اللي ننجز بيها ونعمل شغل العيد كله من غير وقت ومجهود وبأسهل طريقة وبأفكار سهلة وبسيطة. هتفرق معاكي جدا ان شاء الله، ولو نفذتيها هتنبهري من النتيجه. فعايزاكي بقى ان شاء الله كده تشجعي معايا وتبداي كده معايا واحده واحده لحد باذن الله ما نخلص الشقه خالص ونفرش على العيد باذن الله. تمام. النهارده بقى احنا هنعمل ايه؟ هنكمل غسيل بطاطين، وهنروق بقى الدولاب، وهنطبق بقى مع بعض غسيل كتير كده، وهنعمل غدا اقتصادي سريع جدا باقل التكاليف. وهنعمل برضو حاجه حلوه كده، لزوم بقى الاجازه والولاد قاعدين بقى وحاجات للسهره وكده. وهقولك كمان على افكار كتير ان شاء الله هتساعدك في مشتريات العيد، ووجبات تعمليها قبل العيد عشان توفر معاكي، ووجبات اساسيه كلها لحوم في العيد على قد الايد. ان شاء الله فيديو مشجع جدا وكله افكار كتير، خليكي معايا لاخر الفيديو. بس لو عجبك الفيديو ما تنسنيش باللايك وكومنت حلو منك، ولو انت اول مره بتشوفيني خدي جوله في القناه وان شاء الله هتعجبك. ولو عجبتك القناه شرفيني باشتراكك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا نبدا ونقول بسم الله. ومعانا اول حاجه كده يا بنات، انا نقعت الفرش بتاع الانتريه. طبعا كلكم عارفين ان انا لميت فرش الانتريه كله والستاير والحاجات كلها، وفرشت فرش قديم كده هياخد معايا اليومين دول لحد العيد. فمعايا بقى فرش الانتريه اللي هو الرصاصي ده، نقعته كويس كده وبغسله زي البطاطين يا بنات. يعني انا بنقعه كده واقعد ايه، اضغط عليه كده برجلي لغايه ما اطلع كل التراب اللي فيه، واحطه واصفيه واشطفه كذا مره. خدت وراه الستاير برده والمفارش بغسلهم بنفس الطريقه، بس طبعا المفارش والحاجات الصغيره دي بغسلها على ايدي كده. طبعا يعني اسهل من الغساله، بيتغسلوا على طول لان هم ما فيهمش بقع ولا حاجه، هم كلهم تراب بس من الجو. تمام. فزي ما انتم شايفين كده بغسل الحاجه واحطها تتصفى وارجع احط ميه تاني وهكذا لغايه ما خلصت فرش الانتريه والستاير والمفارش. ودلوقتي بقى فاضل معانا بطاطين التقيله. كنا احنا غسلنا بطانيتين قبل كده اللي هم كانوا خفاف دول. فاضل بقى معايا 3 اللي هم التقال. غسلت اول واحده اهي، نقعتها برضو زي ما انتم شايفين كده. وبستعمل يا بنات بقى معايا ايه في الغسيل، الاوكسي تحفه يا بنات، ريحه ونظافه ورغوه مفيش بعد كده. نقعتها بقى وسبتها كده، قلت بقى اخد بقى ايه فرش الانتريه والستاير والحاجات دي انشرها كده والشمس طالعه من اول النهار كده، عشان تنشف ايه، عشان نروق الدولاب بعد ما نعمل الغدا. وركزوا بقى معايا في اول خطوات التنظيفات يا بنات بتاعه العيد. اول حاجه كده هنتخلص من البطاطين. طبعا دلوقتي خلاص يعني خلاص محدش هيتغطى ببطاطين دلوقتي، فمش هينفع نشيلها من غير ما تتغسل. فاول حاجه تخلصي بطاطينك، ونبدا بقى ان احنا يعني نرتب وننظف الدواخل اللي هي ايه، ظرف الدولاب كلها، الادراج، ظرف المطبخ. يعني ما تبدايش تنظفي من بره الاول، فاهماني؟ يعني مش هينفع تزعفي وتنفضي وتكنسي وتمسحي تحت السراير والكلام ده وانت عندك الدولاب مبهدل وكل حاجه مكركبه. لا، نبدا بالظرف اللي هي حاجات الدواخل الاول، بحيث يا بنات تفضل نظيفه ومترتبه كده لحد العيد، لان لسه فاضل قدامنا 15 يوم. وهقول لك على افكار كتير برضو هتسهل عليك الفرش بعد التنظيف. ودلوقتي بقى هنعمل الغدا الاول وبعدين نرجع للتنظيفات. ومعانا كده ده ربع كيلو بانيه يا بنات، او مثلا بمقدار 50 جنيه بانيه. هنعمل بيه ايه يا بنات؟ هنعمل مكرونه بالبشاميل بالفراخ مش باللحمه المفرومه. ومعانا حله على البوتاجاز حطينا فيها ميه ولعنا عليها، ومعايا كيلو الا ربع مكرونه قلم. تمام. خدي بالك من المقادير لان هي مقادير على قد الايد خالص ومش مكلفه، وهتعمل لك احلى صينيه مكرونه. تمام. المكرونه اتسلقت معايا السوا المظبوط حوالي 10 دقايق. هشيلها بقى اصفيها. ومعايا هنا ده كيس شوربه كان في الفريزر طلعته عشان برضو ايه يفك معايا كده، عشان انا هحتاجه في البشاميل. ومعايا البانيه بنات، خدته كده ايه قطعته شرايح كده زي الشاورما يعني كده قطع صغيره، ونقعته بقى كده بليمون وشويه ملح. تمام. ونبدا بقى نجهز العصاج بتاع الفراخ، هنعمله زي عصاج اللحمه بالظبط. معانا بصلتين حلوين كده وسط. تمام. واحط عليهم شويه فلفل اسمر، بس انا الطاسه صغيره فحطهم في طاسه اكبر شويه. طبعا اول ما احط معلقه سمنه ومعلقه زيت ندبل البصل، ننزل عليه بالبانيه طبعا بعد ما غسلته كمان غسله وصفيته كويس في المصفى. تمام. نزلنا بالبانيه، ننزل كمان بشويه فلفل اسمر تاني، شويه 7 بهارات، شويه كاري، شويه بابريكا، شويه شطه صغيرين. تمام. ونقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعض كده لما يتشوحوا مع بعض كده ويديكي بقى ريحه جميله. هننزل بقى باخر حاجه بالفلفل. تمام. فلفل الوان ماشي، انا كان عندي فلفل اخضر كده وكان فيه كام حبايه يعني ايه فيهم اللون الاحمر ده، اديني برضو ايه شكل حلو كده.
ونزلت عليهم بقى بشويه ملح، وكده معانا العصاج يعتبر ايه جاهز. دقيقتين وهطفي عليه. معانا بقى الشوربه فكت معانا خالص من التلج. نزلت عليها بكوبايه لبن، كوبايه لبن واحده يا بنات، ومعانا 4 معالق دقيق حلوين كبار كده، ونزلت بمعلقه سمنه وشويه ملح وفلفل و7 بهارات. على البارد يا بنات، كل الكلام ده كله على البارد. تمام، يعني الشوربه مجرد ما فكت معايا انا طفيت عليها وسبتها هديت شويه، ونزلت عليها بكوبايه اللبن ساقعه فبردت معايا الشوربه. نزلت عليها بالدقيق والتوابل وضربنا كويس على البارد، وبعدين حطيناها على النار واقلب بقى باستمرار طول ما انا واقفه كده يا بنات عشان البشاميل ما يكلكعش معايا. تمام، ومجرد بقى ما يبدا كده يعمل فقاقيع من الجناب هو كده خلاص استوى معايا، اشيله. وكده معانا العصاج جاهز والبشاميل جاهز والمكرونه مسلوقه. هاخد شويه من البشاميل في طبق زي ما انت شفتي كده واركنهم على جنب، وهقول لك هنعمل بيهم ايه. وبنزل بالمكرونه كلها على البشاميل واقلبها كلها كويس كده. انا مش بحب اعمل المكرونه يا بنات اللي بالطريقه دي، سهله جدا وسريعه وطعمها تحفه. تمام، بقلب المكرونه كلها بالبشاميل بحيث ان هي تشرب من البشاميل ويبقى الطعم ايه في المكرونه كده. مش بحب اعمل طبق البشاميل تحت وطبق البشاميل فوق، واللحمه المكرونه تبقى عادي كده ما فيهاش حاجه، لا ما بيبقاش طعمها حلو. انما البشاميل لما تقلبيه مع المكرونه كده يا بنات بيطعم المكرونه ويخليها طعمها تحفه. خدنا بقى نص المكرونه بعد ما قلبناها بالبشاميل كده، حطيناها في الصينيه، طبعا الصينيه مدهونه بسمنه كويس تمام عشان ما تلزقش معانا. وبعدين حطينا في النص بقى الحشوه معانا اللي هي الفراخ. تمام، وهنزل بقى ببقيه المكرونه من على الوش، وابدا برضو ان انا اساوي كده الحروف كويس. وهو بالنسبه للصاج ده يا بنات او الصينيه ديت كيلو الا ربع مكرونه كويس جدا. هنزل بقى على الوش ببقيه البشاميل اللي انا كنت شايلاه في الطبق. تمام، عشان يساوي لي كده الوش بتاع المكرونه. ومعايا كمان بقى بيضايه هنا ضربتها بشويه فلفل اسمر وشويه ملح، وانزل بيها على وش المكرونه. بصوا بقى انا ما حطيتش اي اضافات المره دي، ولا حطيت جبنه موتزاريلا ولا جبنه رومي ولا زيتون ولا اي حاجه، حطيتها في الفرن يا بنات طلعت بالجمال ده. بصوا بقى في اوفر من كده ولا اسرع من كده؟ والله يا بنات ما خدتش في ايدي وقت خالص. يعني انا حبيت اعمل الغدا بدري كده عشان انتوا عارفين المكرونه بتاخد وقت في الفرن، وعشان كمان بصوا لما ابدا ان انا اروق الدولاب ما حدش بقى يقول انا عايز اكل ولا حاجه، يبقى الاكل موجود وجاهز. بصوا انا قطعت كده خرطه كده من النص عشان اوريكم. بصوا الصينيه من تحت مش لازقه خالص ولا اي حاجه، عشان في ناس بتبدر الصينيه كده بالدقيق. انا مش بحس ان الدقيق ده بيستوي بعد كده، وبحس ان هو يعني ايه مبقاش طعمه حلو في المكرونه من تحت. بصوا ما شاء الله معلقه السمنه ما خلتش المكرونه لازقه خالص. وبصوا ده لسه سخنه بتطلع دخان يا بنات. يعني انا ايه قطعت لكم قطعه كده عشان اوريكم جمالها كده، والحشوه بتاعتها حلوه ومناسبه. ما تستقليش ربع البانيه، ربع البانيه ما شاء الله حلو كان مظبوط يعني في الصينيه يا بنات مش قليل. وما شاء الله يعني بالف هنا وشفا للي كل. انا عملت جنبيها شويه ملوخيه وعملنا جنبيها سلطه وما عملتش حاجه تاني جنبيها، بس طبعا ده كان الغدا. فجينا بقى طبعا في العشاء هيعوزوا عشاء وهعوز الصبح فطار. فانا فكرت بقى اعمل صينيتين كيكه كده يا بنات وايه واحطهم في علبه كده واسيبهم على الرخامه عشان بقى اللي يعوز ياكل ما يعطلنيش وانا بروق الدولاب واقوم ايه احط له اكل ولا حاجه. تمام، تعالوا بقى نشوف مقادير الكيكه كده. هنعمل الصينيتين على بعض يا بنات مقادير واحده. طبعا احنا بنحط للصينيه كوبايتين ونص دقيق، فاحنا معانا النهارده كده 5 كوبايات دقيق. والنهارده ان شاء الله هنعملها بالبرتقال. تمام، بعصير البرتقال وبشر البرتقال هتاكلي احلى كيكه. ركزي بس معايا في المقادير سهله جدا. معانا 5 كوبايات دي زي ما قلت لك، ومعايا كوبايتين عصير برتقال وكوبايه سمنه وكوبايه زيت، بحيث ان احنا ايه يعني المفروض الصينيه الواحده نص كوبايه زيت ونص كوبايه سمنه. فاحنا معانا دلوقتي للصينيتين كوبايه سمنه وكوبايه زيت. تمام، ومعايا كوبايتين ونص سكر بمقدار ان الصينيه الواحده ليها كوبايه وربع سكر. تمام، يبقى كوبايتين ونص سكر للصينيتين. ومعانا كيسين فانيليا وكيسين بيكنج باودر، ومعانا 4 بيضات، ومعانا طبعا معلقتين بشر برتقال. تمام، اول حاجه هننزل في الطبق كده بكوبايات الدقيق كلهم ال5 كوبايات، وهننزل عليهم بكيسين البيكنج باودر. تمام، وهننزل بذره ملح كده، ونقلب كل الكلام ده مع بعضه كده بالمضرب وهنركنها. وبقيه المقادير هنعملها معانا في الخلاط. هننزل بيضه كده في شفشق الخلاط، وزي ما انت شايفه كده بعمل واحده واحده عشان ايه لو في واحده بايظه تخلي بالك ما تبوظلكيش الخليط كله. كده عملت ال4 بيضات في الخلاط، هنزل عليهم بقى بكيسين الفانيليا وبعدين اضرب كل الكلام ده مع بعض. يبقى احنا كده بنضرب دلوقتي ايه يا بنات البيض مع الفانيليا. هنزل عليهم بعد كده بمعلقه السمنه، قصدي كوبايه السمنه وكوبايه الزيت، وبرده نضرب مع بعض. كل ما نحط مكون هنضرب كله مع بعضه في الخلاط. تمام، ضربناهم كويس مع بعض. ننزل بقى بعد كده بايه بكوبايتين ونص سكر زي ما انت شايفه كده، ونضرب مع بعض برده. طبعا انا مش بجيب لك المقادير كلها اللي انا بحطها، بختصر لك الوقت يعني، بس هما كوبايتين ونص سكر اتحطوا. جايه بقى نحط كوبايتين العصير البرتقال كده. الشفشق الخلاط اتملى فمش هينفع ان انا احطهم كلهم، فانا حطيت كوبايه بس تمشي معايا المقادير في الخلاط، والكوبايه التانية هنعجن بيها. تمام، بعد ما ضربنا الخليط بقى كله في الخلاط نزلنا بيه بقى ايه على الدقيق اللي في الطبق، ونزلت ببشر البرتقال، ونضرب بقى كله مع بعض بالشكل ده. وهضرب كويس بقى يا بنات. مش هحط كوبايه عصير البرتقال دلوقتي انا مش هحتاجها ولا لا.
تمام. واللي مكلكع قدامك ده كده ده بشر البرتقال. بس عايزه اقول لكم بقى ريحتها تحفه يا بنات، يعني انا بقلبها كده هي لسه ما استوتش وريحه البرتقال مخليها جميله جدا. قلبنا بقى كويس كده، هي كده محتاجه معايا كوبايه العصير. تمام. بنزل برده حبه حبه كده، وكده خدت كوبايه كلها معايا. بجيب بقى الصينيتين بدهنهم برده كده معلقه سمنه او معلقه زيت اللي متوفر معاكي. تمام. وانزل بقى بنص الخليط في الصينيه دي ونص الخليط في الصينيه التانية. تمام. تحاولي برده ان انت تقسميهم بالنص بالظبط كده زي ما انت شايفه. وطبعا يا بنات انا كنت مولعه الفرن قبل ما ابدا ان انا اعجن الكيكه اصلا خالص، يعني اول ما جهزت المقادير بتاعتي قبل ما اشتغل فيها بقى رحت مولعه الفرن عشان يسخن معايا. خلاص كده ببدا بقى ان انا اهز الصينيه كويس كده عشان لو فيها هوا ولا حاجه ولا اي فراغات، وحطيتهم بقى في الفرن يا بنات، وبدلت السيجان طبعا عشان يستووا معايا، وطلعوا بقى ما شاء الله باللون الحلو ده. وزي ما انتم شايفين انا مش بحب كيكه عاليه زي ما قلت لكم قبل كده، لو انت محتاجه ان تبقى كيكه اعلى من كده بتحطيها في صينيه اصغر من كده شويه، يعني الصينيه ديت مقاس 30، انت عايزاها اعلى من كده هتصغري الصينيه معاكي. تمام. بصوا بقى ما شاء الله جميله ازاي وبتوفر جدا معاكي. يعني انا كده مثلا بدل ما اجيب بالليل عشاء، اقل عشاء من بره هيكلفك 60 70 جنيه، ده اقل حاجه يعني. انا عملت سنتين كيكه كده، اللي عاوز بقى ياكل، تعرفين طبعا الاجازه والبنات قاعدين وطبعا الحر بقى والصيف بيخلي الولاد يسهروا بالليل، فتبقى حاجه خفيفه كده، اللي عايز بقى ايه حته كيكه كده مع كوبايه شاي، وكمان هتوفر عليا الفطار. يعني ما شاء الله الصينيتين هيقعدوا معايا العشاء وللسهره وللفطار باذن الله، فكده وفرت عشاء وفطار. وحطيت بقى جوز الهند كده على صينيه منهم عشان عندي في جزء بيحب الكيكه بجوز الهند يا بنات. ودي كانت فكره من افكارنا النهارده برده يا بنات، ان انت يبقى عندك اكل جاهز للولاد لما تكوني مثلا هتعملي حاجه في البيت، او بالذات الدولاب، لان انت لو سبت الدولاب وقمتي تجهزي عشاء او تجهزي فطار للولاد هتكسري ترجعي تاني وهتسيبي الدنيا مكركبه والهدوم كلها في الارض. ففكره الكيكه دي يا بنات هتوفر عليكي فلوس ووقت ومجهود، يعني اللي هيعوز مثلا ياكل هيعمل كوبايه شاي بلبن وهياخد حته كيكه وخلاص، وانت هتخليكي في الحاجه اللي بتعمليها. تمام. تعالوا بقى نرجع للبطانيه اللي كنا نقعينها من الصبح. دخلت بقى كده غسلتها بنفس الطريقه زي ما انتم عارفين، ودي اسهل طريقه يا بنات لغسيل البطاطين وكل الحاجات القطيفه. تمام. بنقعها كده برضو واعملها برجلي كده، اضغطها يعني برجلي، وبحط لها اوكسي وكل ركس الوان زي ما انتم عارفين، واحطها تتصفى واشطفها مره واتنين، وفي اخر شطفه بقى يا بنات بسيبها ايه حوالي ساعه كده تصفي كويس قوي، وبعدين بنشرها. تعالوا بقى نشوف بقى عملت ايه عبال ما تتصفى كده. طلعت بقى التربو يا بنات اللي هو فيه الكتب والادوات بتاعه المدرسه. خلاص بقى الحمد لله كل سنه وانتم طيبين، السنه كده عدت على خير. ببدا بقى برضو عايز اقولك على افكار برضو هتنفعك في الموضوع ده. تبداي كده تصفي كل الادوات، يعني خلاص الحاجه اللي مش هتنفع خلاص بترميها، والادوات كلها السليمه، اللي مثلا الاله الحاسبه، المسطره، منقله، بصي كل ادوات ولادك كلها تشيليها هتنفع للسنه التانية، ما تسيبهاش قدامهم كده هيبهدلوها. غير حاجه كمان الكشاكيل اللي هي مثلا فيها ورقتين 3 انا بقطعهم وبشيل الكشكول. بينفع للسنه التانية في ايه يا بنات؟ في المذاكره الخاصه اللي هي الولد مثلا بيراجع فيها، مثلا تشرحي له فيها حاجه، بتنفع في كده. تمام. خلصت بقى التربو ورجعته تاني زي ما كان، وخليت لهم بقى الكتب اللي هم عايزينها، هم كل سنه كده بيحبوا يحتفظوا ببعض الكتب كده يعني من السنه اللي قبليها وبيشيلوها ايه بتنفعهم بعد كده. خدت بقى البطانيه يا بنات بعد ما اتصفت كده ونشرتها بقى يا بنات، وكنا في الوقت ده كده حوالي الساعه 5 بعد العصر كده يعني يا بنات. طبعا انا ايه بحب انشر البطاطين في الشمس، بس هي كده كده عشان تقيله هتبات للصبح، يعني هي هتبات لتاني يوم، هتاخد برضو الشمس الصبح ان شاء الله وتتشمس حلو كده واشيلها. ودي برضو اهم حاجه في البطاطين، لازم تاخد الشمسيه وتتشمس معاك كده وتحس ان هي ايه نشفت تماما كده، عشان لما تشيليها تبقى نظيفه وحلوه وريحتها حلوه. ويلا بقى ندخل على الفرش اللي غسلناه عشان نطبقه ونطبق بقى الدولاب، ونتكلم بقى في الافكار بتاعتنا النهارده بتاعت التوفير. اول حاجه كده بس يا بنات الستاير والحاجات دي انا بلقط كده كل حاجه لوحدها. تمام. عشان تسهل عليا برضو في التطبيق. وبصوا الاول بقى كده الفرش الانتريه ده اللي انا هشيله يا بنات، يعني انا قلت لكم ده كان جديد كنت جايباه العيد اللي فات وكان ناقصه حاجات كتير، يعني لسه ما جبتلوش بياضات، محتاج معايا شويه حاجات كده يعني عشان تكمل الشكل معايا. فانا هشيله في كرتونته كده ومش هفرشه على العيد، انا معايا فرش تاني هفرشه على العيد هتشوفوه معايا برضو. غير كنت فرشت قبل كده كذا مره، يعني مش غير جديد ولا حاجه. المهم ان الفرش الجديد دوت انا هشيله كله كده بالمفارش بالستاير بتاعته بكل حاجه. ودي الكرتونه اللي هو كان جاي فيها يا بنات، بطبقه بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، واحاول كده ان انا ايه افرد فيه عشان ما يبقاش مكرمش. تمام. وهي الكرتونه هي على قد هو كان جاي في الكرتونه دي يا بنات. وبطبقه على الظهر كده عشان يفضل ايه نضيف كده ما يتبهدلش ما يتعفرش ولا حاجه، لان انا ان شاء الله باذن الله هشيله للسنه الجايه، يعني نعيشنا وكان لنا عمر باذن الله. برضو المفرش ده كنت جايباه معاه، والمفرش ده كنت انا قلت لكم ان هو ستان يا بنات، بس هو مش ستان، هو قطيفه ناعمه جدا، يعني قطيفه حلوه كده ناعمه وخامته حلوه جدا وتعيش يعني عمليه جدا. وده الفل اللي هو كان بيبقى جاي مع فرش الانتريه اللي هو بتحطيه بين الشلته والمسند، يعني عشان ايه يثبت الفرش ما يتزحلقش. تمام. خلاص بقى كده شلت فرش الانتريه كده.
في كرتونته، ما شاء الله كرتونه حلوه هتحافظ عليه. وهكمل بقى يا بنات تطبيق الستاير والفرش، يعني الملايات والحاجات دي كلها وانا بتكلم معاكم في موضوع التوفير. وتعالي بقى اقولك على افكار اللي هتوفر معاكي كتير قبل العيد وتساعدك انك انتي تقدري تجيبي مشتريات العيد برضو وتملي بيتك بالخير كده ان شاء الله. اول حاجه يا بنات، احنا فاضلنا 15 يوم، فمش شرط لازم ان احنا في 15 يوم دول نعمل وجبات مكلفه ووجبات غاليه. حاولي تلمي ايدك على قد ما تقدري. يعني مثلا انا هقولك على شويه افكار كده، اكلات حلوه جدا، اكلات شعبيه بتاكل وهتوفر معاكي، ومش هتضطري ان انت تيجي في العشاء عايزه ايه تجيبي عشاء وتصرفي مصاريف تانية. يعني مثلا هقولك الكشري المصري ده تحفه يا بنات، وما شاء الله بتحطي مثلا نص رز نص مكرونه ربع عدس، بتعملي ما شاء الله كميه كويسه جدا تتغدي وتتعشي بيها. تمام. هتقولي برضو ما هو الرز مش رخيص والمكرونه مش رخيصه والكلام ده، ماشي، بس لو قارنتيه باكلات تانية كتير هتلاقي اوفر بكتير. برضو الكشري الاسكندراني اللي هو رز بعدس اصفر، جنبيه شويه صلصه، جنبيه شويه سلطه. لو الدنيا مثلا تسمح معاكي اعملي جنبيه بيض مسلوق، بطاطس محمره. دي كلها اكلات حلوه موفره، هتلاقي الاكله كلها على بعضيها، البيض بالرز بالعدس بالبطاطس ما كملتلكيش حق نص كيلو بانيه. فاهماني؟ اكله كمان مثلا المسقعه من الاكلات الشعبيه اللي تحفه يا بنات، تنفع معاكي بقى. بصي في فطار في غدا في عشاء، هي جميله وبتاكل، وجنبيها برضو شويه بابا غنوج كده، جرجير مثلا، سلطه. الحاجات الخضراء ديت جنب الاكلات الشعبيه ديت بتاكليها كده وتحسي ان انت يعني ايه ما تعملكيش حموضه وبترطب عليكي شويه. تمام. معانا ايه تاني؟ العدس. هتقولي العدس دوت اكله شتويه وبتدفي وما ينفعش في الصيف. لا، هي تنفع في الصيف بس بالطريقه اللي هقولك عليها. هتعملي جنبيها مثلا زي ما قلت لك كده خس مثلا، جرجير، المهم حاجات خضراء. تقطعي جنبيها خيار، طماطم مثلا تقطعيها وتحطي عليها كده، تعصري عليها ليمونه. اعملي جنبها شويه بتنجان بابا غنوج يعني جنب العدس، وتعملي مثلا بشعريه كده وتحمصي جنبيه عيش. المهم المقبلات اللي هي جنب الاكله. فاهماني؟ وهتلاقي كلها حاجات عندك في البيت. يعني ربطه الجرجير دي بكام مثلا؟ هاتي نص كيلو خيار يا ستي. المهم تحاولي تلمي ايدك على قد ما تقدري في ال15 يوم دول، لانك انت مطلوب منك مصاريف كتير جدا وضغط زياده في المصاريف غير الايام العاديه. ودلوقتي هقولك على حاجه وبعدين نكمل موضوعنا. انا كده شلت الستاير برده يبقى حطيتها في شنطه زي ما شفتي معايا كده وربطتها، واشيلها مع فرش الانتريه كده خلاص باذن الله السنه الجايه. ده بقى الفرش اللي انا هفرشه على العيد يا بنات. وعايزه اقولك برده على فكرتين مهمين، انك انت شوفي الفرش اللي هتفرشيه ايه على العيد. خلاص انت غسلتيه وشلتيه نضيف، تجمعيه كله في مكان واحد، ويا ريت ما تحطوش في الضرفه بتاعه الدولاب، بحيث انك انت لما تيجي تاخديه ما يبهدلكيش الدولاب. لان احنا مش عايزين لما نروق الدولاب نرجع بقى نيجي على العيد نسحب منه الفرش والملايات والستاير نكركب الدولاب تاني. فانت هتخلي الفرش على جنب كده لوحده. عارفه لو هتجيبي حتى ملايه وتروحي حاطه كل حاجه فيها وتربطيها كده وتلميها على جنب على اي كرسي، يبقى انت كده عارفه الفرش اللي هيتفرش ايه. تاني حاجه هيسهل عليكي بقى، بدل ما تيجي تقعدي تدوري وتجيبي الحاجه من هنا وحاجه من هنا، لا ناقص كيس مخده، لا ناقص فرش انتريه، لا ناقص ستاره، يبقى انت مجمعه فرشك كله وحاجتك كلها وعارفه انت هتفرشي ايه. عليكي بس ان انت تسحبي وتفرشي، فوفرت على نفسك كده الوقت والمجهود. والترويق اللي انت هتروقيه في الدولاب هيفضل زي ما هو متروق، مش هيتبهدل. ومعايا برده يا بنات الكوشنات ديت، انا كنت شايله الاكياس بتاعتها وغسلتها ولبستها على طول في وقتها، عشان الكوشنات من جوه القماش بتاعها ما يتوسخش معايا. يعني لما الكيس يتوسخ انا هشيله واغسله. وبرده كده انا هحطهم في شنطه يبقوا جاهزين معايا. برده وفرت على نفسي ان انا اقعد البس فيهم وانا بفرش، لان الفرش ده بياخد مننا وقت كبير جدا يا بنات. بصي بقى حال الضرفه بتاعه الفرش زي ما انتم شايفين كده، بصوا منتهى الفوضى. طبعا دي عمرها ما حصلت قبل كده، بس انا كان جالي شويه كسل واكتئاب كده بعد العيد الصغير، وكنا زي ما تقول يعني ايه، بصوا بنطبق ونحط في الدولاب وخلاص. هنغير بقى كل اللي انتم شايفين ده كله، وهنزل كل الفرش ده وهنطبقه ونرجعه كله تاني ان شاء الله بشكل حلو كده ومنظم. ومعايا فكره كمان عايزه اقول لك عليها، هتسهل عليكي برده كتير في الترتيب. تحطي اكياس المخدات والخداديات جوه الطقم السرير. تمام. زي ما انت شايفين كده، طبقتي كده الملايه وحطيت ايه حاجتها معاها، بحيث لما اجي اسحب الملايه يبقى هي الملايه بكياسها بخدادياتها، ما اقعدش ادور، وحتى في الشكل يبقى شكلها احلى. بص زي ما انت شايفه بحط ايه الملايه وجواها حاجتها واطبقها زي ما انت شايفه كده، الشكل منظم وفي نفس الوقت كل حاجه موجوده معاكي، مفيش حاجه هتتوه منك. ويلا نكمل موضوعنا واحنا بنرتب. ومن ضمن برضو الاكلات الموفره يا بنات اللي هي البطاطس اللي هي المهروسه، بتعمليها مثلا ببيض كده او بفلفل اسمر وكمون كده، جنبيها بطاطس بانيه، ممكن تعملي بصاره، ممكن تعملي شكشوكه وجبنه مثلا بطماطم وبطاطس محمره. كلها وجبات شعبيه وجميله جدا وبتاكل على فكره، وبرده يعني اوفر من حاجات كتير. وحتى مثلا لو عايز تعملي اكل فيها لحوم مثلا زي الغدا بتاعنا النهارده، عملت المكرونه بالبشاميل زي ما انتم شايفين،
بصدر فرخه، يعني عمل 50 جنيه صدر الفرخه ده، وعملنا صينيه مكرونه حلوه. ممكن تعملي مثلا اللحمه المفرومه دي تخش معاكي في وصفات كتير، برضو حاجه فيها لحوم وعلى قد الايد، فاهماني؟ المهم يعني ايه، ال 15 يوم دول كده تمشي حالك وتمشي الدنيا، يعني تعملي لهم حاله تقشف كده عشان تقدري ان انت ايه برضو تظبطي لهم الدنيا كده على العيد. تمام. وما احنا مش فاضيين بقى للكلام ده، انت عندك ترويق وعندك بقى غسيل سجاد وستاير والحوارات دي. فلا في وقت ولا في فلوس للكلام ده، عايزين نلم ايدينا زي ما قلت لك عشان تعرفي تجيبي حاجتك وما تحسيش ان البيت ناقصه حاجه. ايه كمان برضو الاكلات اللي ممكن توفر معاكي بقى بالنسبه للفطار والعشاء؟ الفول والطعميه، البليله. ايه تاني؟ المربات، يعني وقت الجزر يا بنات رخيص، الاربعه ب20 جنيه، يعني ممكن تجيبي 4 كيلو تعملي منهم مخلل وتفرزي منه وتاخدي منه كيلو او 2 كيلو تعملي منهم ايه، مربى الجزر سهله جدا وما بتاخدش سكر كتير. تمام. برضو قمح البليله رخيص جدا، ممكن تجيبي مثلا نص كيلو، مش عارفه بقى ب 17 جنيه او ب 18 جنيه. هيعملك برضو شويه بليله حلوين وتفرزيهم مع الفول مع الطعميه. فماني افكار كتير زي كده هتوفر عليكي، ان كان فطار او ان كان عشاء. تمام. وبرضه هتنفعك في العيد، لان احنا مش هنفطر كل يوم في العيد لحمه، مين بيفطر لحمه في العيد؟ ما بنقدرش احنا على الاكل ده اول ما نصحى من النوم، وهتلاقي المطاعم قافله. فالفول والطعميه والحاجات دي هتوفر معاكي، وان شاء الله باذن الله هعملها لكم الاسبوع دوت، الفول والطعميه والبليله والحاجات دي اللي هي اكلات التوفير بالنسبه للفطار وللعشاء. ونيجي بقى يا بنات للحوم العيد هنجيبها ازاي. انا هقولك على بدائل. اول حاجه اللحمه، ممكن تجيبي لحمه الراس لو انت بتحبيها. كيلو لحمه الراس عامل 200 جنيه، انما اللحمه الحمراء عامله 400 جنيه. في برضو اللحمه اللي هي لحمه الرومي، لحمه الديك الرومي بتتباع كده بالوزن، كيلو او 2 كيلو زي ما انت عايزه، وبرضو بتهيألي يعني عامله 160 170، مش غاليه برضو. هتجيبي برضو زي ما انت عايزه، تبقى لحمه حمرا زي اللحمه اللي احنا بنجيبها عادي، يعني زي لحمه العجول كده عادي خالص، وطعمها حلو جدا على فكره. الاول بس اقولك كده على الدولاب، بصي. انا كده رصيت الرف اللي فوق خليته بقى للملايات، بحب كده اغير النظام. والرف ده برضو خليته بقى يعني الكبرتيات وده للفوط. عايزه اقول لكم ان انا عندي غسيل كتير هيتغسل، يعني ايه سايبه مكان الحاجه اللي هي في الغسيل اللي لما تتغسل هتطبق وتتحط ايه في المكان ده، يعني الرف ده بتاع او الصف ده قصدي بتاع الفوط، الفوط اللي تتغسل كلها هتتحط هنا. الصف اللي جنبه بتاع الكبرتيات، برضو هتتغسل الكوفرتيات وهتيجي تحط ايه فوق الكوفرتيات كده. فيعني برضو سايبه مكان للحاجه، بحيث ان انا لما اجي اطبق الغسيل اللي عندي يعني بعد ما يتغسل، يعني ما كركبش الدولاب تاني، انا عامله مكان الحاجه اللي موجوده في الدولاب والحاجه اللي في الغسيل. تمام. نكمل بقى موضوعنا. معاكي ايه بقى تاني برضو ممكن نوفر معاكي بالنسبه للحوم العيد؟ اللحمه المفرومه يا بنات. يعني انت مثلا لو جبتي كيلو لحمه مفرومه، قسمتيه على 3 على حسب مثلا عدد الاسره، او قسمتيه مثلا على 4 على حسب ما هيطلع معاكي. لو 3 يبقى مناسب جدا لاسره مثلا 6 افراد، بحيث ان هو تلت كيلو يعني في كل مره. هتعملي مثلا مره حواوشي، مره كفته على الفحم، مع شويه رز بسمتي كده مثلا. مره تانية تعملي مثلا مكرونه بالبشاميل. ممكن تعملي ايه تاني؟ اللهم صل على النبي. كفته الرز يا بنات، وبتزوديها كده بشويه بطاطس بقى كده في الصلصه كده، هتزود معاكي كميه وتبقى حلوه جدا. معاكي برضو ممكن الكبد والقوانص بتاعت الفراخ برضو تبقى حلوه، وجبه حلوه. ممكن الكبده البانيه العاديه النص كيلو ب75 جنيه، هيعمل معاكي برضو وجبه حلوه. يعني مش شرط بقى نروح نجيب لحمه صافي، انت عايزاكوا 2000 جنيه لحوم بس. ممكن برضو حاجه كمان يا بنات، الكرشه والفشه. الفشه مثلا عامله 130 جنيه والكرشه عامله 70 جنيه، يعني انت مثلا لو جبتي نص كرشه ونص فشه هيعملوا معاكي حوالي 100 جنيه، وتعمليهم مثلا برضو وجبه كده مع شويه بطاطس برضو مكعبات كده في الصلصه، وبرضو يبقى مشيتي يوم. مش شرط ان انت تجيبي كميات كتيره. وممكن برضو يا بنات نضيف بند الفراخ، مش لازم يعني هو عيد لحم يبقى ناكل كله لحوم. ممكن برضو دي هتشيل دي. مثلا ممكن تجيبي مثلا صدر فرخه، تعملي مثلا ايه كفته فراخ، ماشي، تفرميه في الكبه كده مثلا وتعمليه ايه كفته فراخ. ممكن تجي مثلا برضو صدر فرخه بعمل 50 جنيه وتعمليه صوابع اللي هي ستريبس، جنب برضو شويه مكرونه او شويه رز بسمتي وشويه سلطه. يعني يا بنات الافكار كتير وعلى قد الايد. ممكن تجيبي دبابيس مثلا، ومثلا الاجنحه، يعني الاجنحه دي يا بنات تحفه جدا وبرده مش غاليه، اما تعمليها بالفيجيتار كده جنب مكرونه بصلصه وبطاطس محمره كده. عايزه اقول لكم ان الولاد كلهم بيحبوا الاكله دي جدا، وبرده اكله حلوه وموفره. يعني يا بنات الافكار كتير، انا بس بديكي افكار وانت خدي منها ايه اللي يناسبك، وتمشي على قد ظروفك وعلى قد امكانياتك. وربنا يعينكم يا بنات ويرزقكم من واسع فضله، اللهم امين. ويكون عيد سعيد عليكم كده يا رب ان شاء الله. وكده يا بنات خلصنا ضرفه الفرش والملايات، ان شاء الله هنكمل في الفيديوهات اللي جايه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا، وما تنسونيش باللايك وكومنت حلو منكم كده. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.